السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض سمنه بلدي صافي، هتكلفك كيلو 80 جنيه. مش قادره اقول لكم بقى الصحيه قد ايه والريحه بقى والشكل، شايفين شكلها عامل ازاي. في البدايه بس نصلي على رسول الله ونعمل لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل الجرس ونشوف مكوناتنا ايه، ومكونات صحيه ربنا قال عليها. جبنا كده الدهن بتاعنا، كيلو الدهن ب80 جنيه من الجزار، بس يكون جزار نظيف كده. مسكت الدهن بقى غسلته كويس، ونبتدي بقى نقطعه ايه قطع صغيرة، ونفرم الدهن بتاعنا كله. تمام كده. وهقول لكم احنا هنشيل منه للكفتة في كيس كده ينفعك لما تيجي تعملي كفتة. انا كده خلاص فرمت الدهن، والحاجات اللي هي فيها فتل وحاجات كده رحت مطلعها منه، وشلت بقى الشوية اللي قلتلكوا عليها هم في الكيس. اما تيجي تعملي الكفتة حط منه معلقتين ولا 3، بيخلي الكفتة حلوة قوي. تمام كده. حطيت بقى الدهن بتاعنا بعد ما اتفرم. اما بيتفرم بيسهل عليك ان هو يسلي بسرعة. هنا كل كيلو دهن هتحطي عليه كوباية حليب. تمام كده. ونبتدي بقى ايه نعلي النار عليه زي ما انتوا شايفين، بس ايه نبتدي نقلبه باستمرار عشان ما يلسعش في الحلة، او تسيبيه وتقعدي. وهحط بقى مع كل كيلو دهن معلقة ملح. تمام. شايفين ابتدى بقى الدهن بتاعنا بيتشرب اللبن واللبن بيتبخر منه زي ما انتوا شايفين كده. وبتبتدي بقى ايه السمنة تظهر. شايفين المراحل بتاعته. انا كل مرحلة هوريها لكم طبعا، عشان الفيديو اخد معايا ساعة ولا ساعة وربع. مش معقولة يعني هخليكوا ساعة وربع تتفرجوا على الفيديو. تمام اهو. كل ما يخش في التسوية هوريكوا وصلنا لايه. كده لون الدهن بتاعنا اتحول اهو للون الوردي زي ما انتوا شايفين كده. هنزله بقى من على النار واحط له معلقة كركم عشان تدينا اللون اللي هو لون السمنة المخضر ده. كده خلاص نزلناه من على النار. وعشان ما سيبش بقى القشيم في الحلة ويسود، هبتدي اصفيه زي ما انتوا شايفين كده عشان يحافظ على اللون بتاعه. تمام كده. عشان لو سبتيه في الحلة وهي بتغلي كده اللون هيسود. تمام. القشيم ده بقى ايه استعمليه بقى المحشي، لطبيخ، لطاجن بامية، خدي منه معلقة حلو جدا. خلاص حطيناه كده ببرطمانات وصفينا السمنة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده اهو، روقناها خالص. ايه رأيكم بقى؟ اللي ناسي اللايك يحط اللايك ويصلي على رسول الله. تمام كده. طبعا فيها وفر كتير قوي، طلعت لي حوالي 3 كيلو. انا جبت 3 كيلو ونص دهن. تمام. هو طلع حوالي 3 كيلو غير القشيم. تمام اهو شايفين فظيعة. واكيد طبعا صحية طبعا في الاكل. في بيعملوها وبيحطوا زيت. انا طبعا ما حبيتش احط زيت لان ايه لما تحط الزيت هيبقى طبعا مش صحي. انك تخليها كده بيور كده احسن. ان انت تاخدي منها معلقة تحطيها مع الاكل، تخلي لك طعم الاكل حلو وتوفر لك السمنة. والزبدة اللي وصلت حوالي 320 جنيه الكيلو. تمام. وادي الكيس اهو بتاع الدهن اللي شلناه للكفتة، وادي القشيم. تمام. اعملوا بقى الفيديو وجربوه وادعوا لي دعوة حلوة منكم. وان شاء الله استنونا في فيديوهات تانية كتيرة، واسيبكم في رعاية الله.